السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا بيه على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا خدتوا بالكم من المقدمة الجديدة دي. انا يعني حبيت بصراحة عشان اكتب سبسكرايب وانتوا تكتبوا سبسكرايب ان انا اقول السلام عليكم. طبعا هي متكررة كتير جدا جدا، نص يوتيوبر مصر والعالم كله بيقولوها، بس انا حبيت اعملها بصراحه. هي حلوه اكتبوا لي في الكومنتات ان هي حلوه، لو مش حلوه ارجع لمقدمتي انا. يلا بينا بقى عشان اقول لكم على فيديو النهارده خطير. زي ما احنا شفنا كده في العنوان ان انا هعمل خلطه كده بين الاندومي، 3 انواع خضار لحمه فراخ. قبل كده عملت التجربه دي وانا صغيره في ابتدائي، بس هي كانت تحفه، بس انا نسيت طعمها بصراحه. عايزه اجرب الموضوع ده تاني، بما ان انا خدت بالي ما شاء الله ان فيديو الاندومي الكوري جاب فيو حلو قوي في مده قليله، فحبيتوا النوعيه دي. وعلى فكره انا عامله لكم مفاجاه جامده قوي بخصوص انه ينزل كوري الفيديو اللي جاي واللي بعد اللي جاي. يلا بينا عشان نشوف. انا اسفه جدا جدا على اختفائي، وان انا المفروض الفتره دي اكون مركزه اكتر واكتر على الفيديوهات عشان احاول ابان في اليوتيوب عامه، وان دي اكتر فتره المفروض فيها قناتي تصحى كده وتفوق لنفسها. بس انا بجد كنت مسحوله في امتحاناتي وفي شغل وحاجات كتير قوي قوي، ما كانش عندي وقت، وانا ببقى نفسي يبقى عندي وقت لان انا اصلا حابه الموضوع ده. فبجد انا مش عارفه اقول ايه، اسفه جدا 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 على التاخير في الفيديوهات دي، ويا رب اليوتيوب كده يبقى حنين عليا وما ياخدش باله وما يقفلش القناه، فبجد بتمنى يعني. وعلى فكره احنا خلاص داخلين على 500 مشترك، انتم متخيلين؟ يعني 500 واحد فاتح القناه بتاعتي وبيتفرج عليا وبيستفيد من كلامي. 500 واحد هيبقى عامل لي دعم كده حلو في حياتي. 500 واحد هيكون بيستنى فيديوهاتي تنزل وياخد من حاجه من ورائي وكل الكلام ده. بجد بجد انا مبسوطه قوي 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 لكل الناس اللي عامله سبسكرايب للقناه. وكمان عايزه اقول حاجه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لما اقفل ال 500 مشترك هعمل كده حاجه حلوه قوي ما فيش اي حد عملها خالص في اليوتيوب كله. بس لما اقفلها مش هقول لكم دلوقتي، محدش يحرق، محدش يدن عليا عشان انا فتانه اصلا. عشان نبدا الفيديو عشان طولت عليكم قوي، مش هقول لكم 1 ولا هقول لكم 2، بس هقول لكم 3. هنعمل 3 انواع مع بعض، 3 اطعمه مختلفه. بصوا ده اول حاجه الفراخ. طبعا احنا كلنا كناش بنحب الفراخ، بس حقيقي انا كنت عاملاها بالكمون والليمون والشطه والكلام ده، بتبقى تحفه والله، بتبقى حلوه قوي. والخضار اللي هي سوبر ميت، اسمها ايه؟ سوبر ميت، سوبر ميت. حلوه بجد. بصوا حجمها بقى عامل كده قد كده، بيقولوا علشان الاطفال، وناس تانية بتقول عشان في ناس بتتعب منها ومش عارفه ايه، بس بجد انا متضايقه جدا. بس هنحط برضو الشطه الحمراء بتاعتها. يلا بينا عشان ودلوقتي عملناها. انا معرفتش اصور بصراحه عشان حصل لعبك كده، بس قلت اوريكم الطبق كمان. وحطيت التوابل فيها، حطيت معلقتين شطه كبار، ربنا يستر عشان ده فطاري اصلا، فاول حاجه تدخل في بطني شطه كده، فربنا يستر. بصوا يلا بينا عشان نقلبها سوا. وبكده نكون قلبنا الطبق بتاعنا 3. انا مش عارفه ازاي حجمه كده، ممكن يبقوا اكبر، بس طبعا يلا بقى نبدا التذوق عشان انا متحمسه قوي. يلا بينا. انا كان نفسي بصراحه اجيب كمان جمبري روبيان يعني، بس ما لقيتهوش للاسف، عشان ابقى عملت ال4 مع بعض. يلا بينا نبدا. بسم الله. تحفه فعلا، ميكس، بس قلب على لحم بقري، حلوه قوي. لا طعمه حلو قوي، كنتش متخيله لو هيبقى حلو كده. هجيب مناديل وميه، ما انصحش حد يعمل كده لان هي كتير قوي، ويعني بجد محدش يعمل كده. ليه؟ عشان هما كتير، انا مش قادره اكملهم اصلا. قد ايه كتير قوي. انا قلت اجرب معاكم التجربه الجميله دي. بصوا قلت اجربها معاكم.
يمكن حد كان عايز يعملها ويشوف بقى هي عامله ايه، حلوه ولا وحشه. هي تحفه بس كتجربه حلوه برضو، بس كميه كبيره يعني بجد كميه كبيره لازم تاكلها مع شخص. يعني لو اخويا ما كانش هنا كنت كلتها معاه عادي. ف تجربه جميله بصراحه، طعمها حلو قوي قوي. ان شاء الله هعمل لكم وانا جايه بقى بالحاجات اللي بيبقى فيها زيت لحم بقري كاري، فراخ متبله، خضار قديم. بصوا هظبطكم، بس انتوا كمان يعني ايه حاولوا تمشوا الدنيا معايا. وقبل ما اقول اي حاجه في اخر الفيديو، يا ريت اي حد يكون لسه بيتفرج عليا اول مره ما ينساش يعني سبسكرايب ولايك وشير وكومنت الفيديو، تقولي لي عايزين ايه في الفيديو اللي جاي. ومش عايزه اطول عليكم واشوفكم في فيديو جديد.